بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا نتطرق إلى تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، ونريد أن نبتدئ عند الحزب الأخير، لأنني رأيت أن عامة الناس يحفظونه وهم بحاجة إلى معانيه، فأردنا على بركة الله أن نبتدئ في تفسير الحزب الأخير ابتداء من سورة الطارق. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة الكريمة تطلق عليها سورة الطارق تسمية لها بأهم ما برز فيها، وهو كلمة الطارق. الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بحرف الواو الذي يفيد القسم. عندنا أحرف في اللغة العربية تفيد القسم. يعني إيش معنى القسم؟ يعني الحلف. عندنا الواو، عندنا الباء، عندنا التاء. كي نبغى نحلف نقولوا والله العظيم وبالله العظيم وتالله العظيم. هذه كلها أحرف ثلاثة تفيد القسم، وليس هناك رابع أو خامس. حروف القسم محصورة في ثلاث حروف، وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه السورة بدأت بواو القسم. أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، وكذلك بهذا النجم بالطارق النجم الثاقب، لأن الطارق الأصل في الطرق أنه القدوم ليلا، اللي يجيك في الليل يطرق عليك، بالأخص في الليل، هذا يسمى طارق، يأتي في الليل. وهنا الله تبارك وتعالى حتى يحصر الطارق من هذا، حتى ما تروح أذهاننا كثير وتشرد أذهاننا ونبدأ نفكر إيش معنى الطارق هذا. السماء معروفة، وهو هذه القبة الزرقاء اللي مبنية فوقنا وبنية بناء، وإلا الفلكيين وغيرهم يقول لك يعني هي مجموعة من الغازات متراكمة بذلك تظهر زرقاء. والشريعة الإسلامية وعلم التوحيد وبما فيه القرآن على أنها سماء مبنية، والذي رفع السماء بغير عمد ترونها. قال لك ربي سبحانه أنا رفعتها بلا أعمدة. المسجد هذا لو نحول الأعمدة لا قدر الله ينزل، ما يستطيع يقوم بدون أعمدة، لا بد لها من الأعمدة. بينما السماء قال لك ربي بالقوة أنت رفعتها بلا أعمدة. كيف؟ ما نش عارفين ولا حد يعرف. وبعدين 7 سماوات لها أبواب، كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كل كلام عن السماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى كان مع جبريل. لما راح قلنا في
الإسراء والمعراج أولا طلع للسماء، أولا صلى بالأنبياء في بيت المقدس، بعدين طلع إلى السماوات العلى. في الإسراء والمعراج قصة معروفة. قال لما رحت مع جبريل فإذا وصلنا إلى السماء الدنيا، يعني السماء الأولى، يطرق جبريل عليه السلام يقول من؟ الملك من الملائكة يقول له من الطارق؟ يقول له جبريل. يقول له ومن معك؟ يقول له محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا له. ويقول له هل أذن له؟ هذا اللي راك جايبه معاك، ما هوش راجل سهل اللي راك جايبه معاك، جايب معاك النبي. ما كانش فوضى عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا. يقول له من معك؟ يقول له محمد. يقول له وهل أذن له؟ يعني جاء الإذن باش يطلع. أنت معروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله، ولكن هذا اللي راك نطلعوا معاه ليس من أهل السماء، يسكن في الأرض. هذا راك نطلعوا. جاء الإذن ولا ما جاء؟ يقول له جاء الإذن. عنده إذن من الله باللي يطلع يفتح له الباب ويطلع. لما يلحق السماء الثانية يزيد يطرق. يقول له من؟ يقول له جبريل. يقول له ومن معك؟ يقول له محمد. يقول له وهل أذن له؟ يقول له نعم. يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كلها والخامسة والسادسة والسابعة وهو يطرق. والملك يقول له شكون؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ يقول له نعم. يفتح على الباب. ما كاش فوضى. إذا عرفنا بأن السماء هذه لها أبواب، السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة، ما هيش فوضى، ما هيش مهملة. إذا حتى يلحق للسماوات العلى، حتى يلحق للسماء السابعة، هناك يقف جبريل ويخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يروح. كيف يقول له روح معي؟ يقول له لا، فإن منا إلا وله مقام معلوم. كل واحد منا عنده مقام يوقف أمامه. أنا هنا المقام تاعي انتهى، ما استطعش ندخل، ما نستطعش نمشي، هنا يكفيني، بينما أنت اللي تدخل، أنت اللي ما استطعش أن يزيد. إذا هنا الناس اللي يقول لك كيف أمريكان وروسيا وصلوا للسماء وصلوا لكذا ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء، كيفاش هذه الأبواب اللي راكم تقولوا عليها؟ كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقولوا لهم يا إخوان راه الأمر تاع ربي كبير، ماشي راهي أمر سهل بسرعة يكفوا الطيارة ويدوروا على ملكوت الله. هذا كله الناس هذا وراهم يدوروا في السماء الدنيا اللي قال عليها رب سبحانه في سورة الملك زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. السماء الدنيا هذه هي اللي راهي مزينة بالمصابيح. السماء تاع الدنيا الأولى تاع السماء الأولى هي اللي راهي مزينة بالمصابيح، وهي اللي الله تبارك وتعالى أذن للبشر أن يعرجوا فيها كما شاءوا. طالما الإذن طالما عرجوا فيها كما شئتم، أمشوا فيها كما شئتم، كما شئت تمشي في الأرض كذلك كما شئت فامشي في السماء. إذن الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا، لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد. وهذه قالها أحد الكفار بعد ما طلع للقمر ونزل، دار معه استجواب، وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين. دارت معه دولة قطر استجواب وعرضاته وقالت له تكلم. الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية، وبعدين بدأوا يترجموا عليه. قال أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر، كنت نحب القمر كثير لما كنت صغير. قال لما بديت نقرأ بديت نتخصص في علم الفلك. قال بعدين قرأت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض. يعني إحنا والحيوان وكل شيء إذا قسناها في الأرض شاسعة يعتبر ذرة صغيرة في وسط الأرض. قال لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الأرض من فوق القمر كيف دايرة،
قال لهم شفت يعني الكواكب الأخرى وغيرها من النجوم؟ قال لهم وليت نعتقد، والشيء اللي اعتقدته يعني علم يقيني بحت، على أن نحن والأرض والقمر كلها ذرة في ملكوت الله. هذا كافر قال لهم وليت نعتقد باللي الأرض والقمر والنجوم وكل شيء كيشغل ذرة، كيشغل فتاة تاع الرمل مرمية في وسط الصحراء، إذا قرنت بملكوت الله. ملكوت عظيم ونجوم عظيمة وكواكب ضخمة. لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها ويعلم مسارها ويعلم جميع أدراجها، لذلك أقسم بها. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربي سبحانه حلف بالمواقع تاع النجوم، يعني بالأماكن تاعها وين ركبها ربي سبحانه، وبعدين قال لنا احنا ما شفناش ولا نعرفه، وإنما لما جينا العلم من الله نأمنوا به. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا الشيء يقسم به راه كبير. والعظيم كما قال العلماء، العظيم إذا عظم عظيما فكيف يكون هذا العظيم؟ الله عظيم وعظم هذه الكواكب، إذا قد منعتكم ما يعلم بها إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قسم بالسماء، احلف بها. ونرجع للقسم، الله تبارك وتعالى كما قلت لكم في أحاديث كثيرة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يقسم كما بغى، يحلف كما بغى بالمخلوقات تاعه، وليس لمخلوقاته أن يقسموا إلا به. بينما احنا ما يجوز لناش باش نحلفوا إلا بالله. بينما ربي يحلف بالشمس، يحلف بالقمر، يحلف بالليل، يحلف بالضحى، يحلف بالجبال، يحلف بالتين، يحلف بالزيتون، يعني موجود القرآن كل حاجة جت أمامها الواو ثم القسم، هذه كلها حلف كلها قسم. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقها ويعلم عظمها ويعلم قوتها، فمن هنا أقسم بها. أما نحن فلا نعلم هناك عظيما إلا الله، فإن كانت هذه السماء عظيمة فالله أعظم منها وهو الذي خلقها، لا يجوز لنا أن نقسم بها بل نقسم بربها. إذا نحن البشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. لذلك ورد في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يبغى يحلف بربه ولا يسكت، ما يحلف حتى برسول الله ولا بالكعبة ولا بباباه ولا بخوه ولا براس يمناه ولا شيء. وإنما ليس هناك عظيم إلا الله. اللي يبغى يحلف بربه ولا يسكت. وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية كذلك ثالثة من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي الشرك في رواية. وفي رواية أخرى قال من يحلف بغير ربي كفر. لماذا؟ لأن معروف أنه لا يحلف الإنسان بأحد إلا إذا كان عظيما. لذلك نحن نحلف بالله لأنه عظيم وحقت له العظمة، والعظمة حق له. بينما كنت تحلف بواحد آخر وتخلي ربي سبحانه كأنك عظمت هذا الآخر أكثر من ربي سبحانه. من هذا الباب كان إما كافرا وإما مشركا إلا أن يستتاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. كانوا في الجاهلية يحلفوا بوالديهم براس باباه وباباه لأنه كانوا يعظموا والديهم كثير. عمر بن الخطاب قال الحقني الرسول وأنا نحلف ببابه. قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، وفي رواية أو بالطواغيت. قالوا وربي والرسول راهم ينهاوكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت، بالناس اللي يعبدوهم من دون الله. نظرك ما عندناش الصنام، ما عندناش اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما عندناش الطواغيت نتاع كفار قريش، ولكن عندنا الطواغيت صنعتهم فرنسا ولا صنعهم الدراوش تاعنا. عندنا سيدي محمد وسيدهم عكاشة وسيدهم علال وسيدهم كذا، اللي يحلف به هو هذاك نفس الشيء، بحال يحلف باللات والعزى.
لأن هذاك يعظم اللات والعزى وهذاك يعظم سيدو محمد ولا سيدو عكاشة ولا سيدو عبد الرحمن الثعلبي اللي يبغى. المهم لأن القسم هذا عبادة يا إخوة، ما تقولوش كلام، القسم عبادة. الإنسان لما يحلف راه يعبد في ربي سبحانه، ويوم القيامة ربي يجازيه يقول عبدي عرفت حقيقتي وعرفت عظمتي فأقسمت بي، يعطيه يجازيه يقول له لأنك عرفتني بالله أنا عظيم حلفت بي. بينما لما يحلف واحد آخر يجيبه يوم القيامة يقول له عبدي هذا اللي حلفت به معايا شكون أكثر؟ واش يقول؟ يقول له أنت قل لي مش حلفت بي. إذن يقول له لما حلفت بغيري دليل على أن غيري أعظم منك. لما الإنسان يحلف بغير ربي والعياذ بالله كأنه عظم غير ربي على ربي سبحانه، وهذه معروفة إلى عهد قريب. كان الناس لما يستسقون لما كذا مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعدة، عندهم أي ولي من الأولياء اللي لا مبنيين على الظلم والطغيان يديروا الوعدة ويديروا الزردة ويضربوا البندير 7 أيام و7 ليالي ما بطيحش الشتاء. جاء واحد يوم قال لهم يا ودي خافوا الله، اش تجيب البندير؟ اش تروحوا للجامع روحوا الوطية هناك تضرعوا ربي سبحانه وصلوا ركعتين ينزل عليكم المطر. قال له واحد ايه ما جابها سيدي عيسى الزين يجيبها سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان، شي صحيح كان عقد هنا ومازال الان لما تكون بين الانسان محاجه ويقول له احلف والله يحلف له بالايمان المغلظه. لما يقول راح عندك السيد ومعكاشه تحلف يقول لا ما نروح. كان المكاش كان واحد ما ادري الا راه واحد من الكبار هنا عايش يدلنا على اساميه، قال لي عليه الحاج طويل رحمه الله. كان واحد جوج كبير فرنساوي، فهمكم مليح باش تشوف القضيه مو فرنسا ماشي منا حنايا. في الأربعة قاضي هو قاضي على اسمه لكن نسيته، قاضي محلف كبير. لما يجوه الجزائريين يتخاصموا ويكثروا في المحاجة، واحد يقول له تاعي واحد يقول له تاعي يحير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا، يقول لهم روحوا نهار الجمعة أرواحوا نديكم لسيدهم يوسف. المهم يقول لهم أرواحوا نهار الجمعة نديكم لسيدكم يوسف. سيدي يوسف هو نفسه يسمي سيدي يوسف لأنه قال أنا لما جيت من فرنسا ما تولد لي حتى طفل كنت ما نولدش، ولما جيت اديت الباروك وديت العجمي سيدي يوسف. قال ما عندي طفل سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش، ولكن في فرنسا مسمي أنطوان وزوزيف ويضحك علينا باش يخلينا في الشركة. المهم يقول لهم نهار الجمعة واحد يديكم سيدي يوسف تحلفوا. قال مجرد ما يقول لهم الكلمة هذه يقول له خلاص يا مسيو الحق حق وأنا اللي رايح. من ذيك النهار وانت تقول حقي ولما لحقت الحلف تاع سيدي يوسف قلت الحق حقه. إذا لأن سيدي يوسف يأخذ فيه الحق هكذا على كلامه، وإلا ما فيش اللي يأخذ الحق إلا الله. ما فيش اللي يأخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت إلا الله. وهذه مرة تعليم ما زلنا نعيشوها. واحد تقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء، لما يقول له روح يديه سيدهم بوسناسم يقول له ما نروحش. لماذا؟ لأن إذا حلف يلصق في السلسلة. فهمتوا؟ يلصق في السلسلة ما يجيبش يتحرك من السلسلة. كذب كله شرك بالله صريح. وانا فهمكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد ننظروا حاجات كبيرة. احنا لازمنا نبداو من الأول، لأن رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصايب اللي رانا غارقين فيها والجزازنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها. نضطروا بناتنا لما تلحق باش تعقب الثانوية العامة يقول لها روحي الجزانة الفلانية تكتب لك حرز. وجاو شابات كثيرين سمعنا بهم وجاو يستفتوا بهذا الأمر هذا. لما تروح للجزانة تكتب لها تروح لا ما تروح باش تربح البكالوريا. قالوا واش دخل الجزانة في البكالوريا؟ يا أخي يا جهل ما نعرف والو. افهموا مليح يا اخي. القرايه لازم الانسان لما يقرا يستنير ويضوي قرايته واللي يشوف ويعرف. اما لما يقرا ويريح جاهل له بقرايته، لما يريح جاهل يروح الواحد جاهل يقزل له ولا يشوف له ولا يعطيه حرز يقول له وسدوا على اليمنى. بعدين تروح يفتح عليك الشيطان وتولي تشوف كل شيء. كاين من هذه. واش دخل امتحان في الجزانه
وسألوا وتشوفوا البنات والشباب تاع البكالوريا لما تلحق ولا أي امتحان يروحوا لعند الشوافات يقزلوا لهم وتعطي لها الحرز باش تجوز الامتحان، وقال لك نجحوا واللي ما دارتش ما نجحتش. صحيح هذا الشيء؟ والله إنها لا مصيبة كبيرة وما زلنا نعيشوا فيها، وما زالوا ناس يأمنوا بها، وما زالوا ناس حاسبين بلي هذا الأمر هين. والله إنه ليس بالهين، إنه عند الله عظيم. هذا الشرك هذا أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به على وجه هذه الأرض هو الشرك بالله. ما كانش هناك كذان ولا شوافة ولا كاهن. لما كان الإسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الأئمة الأربعة كلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانش هناك كهان ولا كذان ولا سحان. أحد الصحابة كان يدور في شوارع العراق، شاف حلقة كبيرة والقصة صحيحة موجودة في فتح المجيد اللي يبغى يبحث عليها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق، راح لها الخلق يشوف وش ماشي، وإذا وجد هناك سحار عنده طفل، يحكم الطفل هذاك يقطع له راسه والناس يهربوا كل مروح وما تروحوش العيد، يدني له راسه هذاك ويشدوا من يده وينوضوا. انتبه واحد قال ها الله يحيي الموتى، قال هذا الرجل يحيي الموتى. الصحابي ذاك الغضب دخل الحلقة هذيك جبت سيفه وقطعها، قطع السحار نصفين قالوا خليه يحيي روحه، خليه يحيي روحه، ما حياش روحه. كي ما حياش روحه الأمر كثر والناس تقاولت بالهضرة كثير، وصل الأمير قال له جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل الأزوج جيبوه. دخل على الأمير قال له علاش قطعت الرجل؟ قال له سحار. قال له السحار أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب عنقه بالسيف. قال له أنا ما نعرفش وأنا أمير، ولكن اللي يحكم فيا أمير كبير لابد نوسطك العنود براسك معاه. كان اللي يحكم آنذاك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينة. رسلوا هذا اقتروه مش يروح هامل، رسلوا من العراق للمدينة عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن هذا الإنسان أضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت شارع له. لما مسكوه سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له قتلت الرجل؟ قال له قتلته، قطعته نصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. سيدنا عثمان ما هوش بالرجل اللي يفتوى الأحكام، عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له صدقت. قال له اذهب، والله لو لم يكن فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك بأحد سيف في المدينة. قالوا له كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي قال الكلام هذا وما أعطاناش أمر، قالوا كيما أنت قطعت له راسه وقطعته على زوج أنا قطعك على زوج، لأن ما يجوز واحد يقتل مسلم، تقتل مسلم نقتله. قال له ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها قال له روح راك حر خلاص ما عندنا ما نقوله. إذن الحد تاع الساحر وجنو، ولكن يا إخوان انتبهوا جيدا، واحد يروح عند السحار ولا كزانة يقتلها ولا ما هوش الأمر هذا، ما هوش الأمر هذا، لأن الأمر فوضى. أما هكذا نقيم الحدود بأنفسنا هذا ما هو حل. المهم احنا ننبه رواحنا وننبه عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء، وأنه شرك بالله العظيم. لو الإنسان يخرج من بيت الجزانة ويموت في الطريق ما نصلوش عليه في الشريعة الإسلامية، ما نصلوش عليه وما نغسلوش وما ندفنوش في مقابر المسلمين ونلوحوه هناك نردموه في غابة ولا نلوحوه في الخلا يأكلوه الغيربان والدود، لأنه مات مشركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال اللي يروح عند الشوافة ولا عند العراف ويقزل له ويأمن به، قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم. واش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوة وجاب القرآن. النبوة والقرآن صدق، والكهانة والجزانة كذب. لما يصدق الكذب أكفر بالحق، وهو القرآن والسنة، وهو القرآن والنبوة. لأن من ما عندناش حنا زوج قلوب،
يدخل فيها السحر والجزانة والقرآن كلها كيف ما كاش منها. تؤمن بهذه تكفر بهذه، تأمن بالقرآن تكفر بالجزانين والطواغيت، تأمن بالطواغيت والجزانين تكفر بالقرآن، واحدة منهم ما فيهاش هذه ولا هذه، وكل اللي يجيبوه كله كذب. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. سألوه الناس عن الكهانين، عن الجزانين والشوافين والعرافين، يعني واش رايك يا محمد، كاينين هما يعني ناس على حق ولا على باطل؟ يعني اعطينا التفصيل. قال لها ليسوا على شيء، ما كاش منهم كما نقولوا احنا. النطقة هي قالوا يا رسول الله والله انهم لا يأتون بالكلمة حقا. قال له والله مرات يجيبوا كلام صحيح ورانا نشوفوه، يروح يقول يزيد عندك طفل يزيد عنده طفل، ولا يقول له راك جايك عمرك من فرنسا ولا مانيش عارف، ويجي عنده صحيح. منين جاب الكلام هذا؟ عائشة داخل قالت له يا رسول الله يقولوا كلمة حق وتجي. قال أنا أقول لك منين تجي. قال تلك كلمة من الحق يأتي بها الجن يختطفها من السماء فيقذفها في أذنه فيخلط معها 100 كلمة. صح؟ الجن الشيطان، لأن كل واحد من الكهانين هذا، وأنا خليني أفسر لكم الكلام نوقفوا غير عند القسم هنا باش أفسر لكم الكلام وبعدين إن شاء الله ننطلق. قال كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان، مع جن من الجنون. الجن هذا يروح يجيب الخبر، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يجيبوا الخبر من السماء. الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا أمرا يقذفه إلى الملائكة، فالملائكة تسبح ثم تقذفه إلى الذين يلونهم ثم إلى الذين لا يلونهم حتى يلحقوا إلى سماء الدنيا فيكبرون ويهللون. يسرق الجن الكلام، يقول باللي فلان غادي يزيد عنده هذا، ولا فلان أو جاي من الخارج، ولا فلان كذا، يجيبها يجري يحطها في أذن الكهان. يجي الاخر يكهن يقول راح يقالك وراح يقالك، يبدا يخلط ويجلط وكذا ويجيب 100 كذبه وبعدين يدخل فيها الكلمه تاع الصح. الواحد ما يشوفش ال100 كذبه، يشوف غير الكلمه تاع الصح. قال انهم ليسوا بشيء، تلك الكلمه من الحق يسترقها الجن من السماء ثم ياتي بها الى الكائن فيقذفها في اذنه، يلوحها في اذنه وبعدين هو يبدا يتكلم بها. لما يبدا يتكلم بها تجي حق ولا تجي باطل يقول لك ها قالها. لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقولها لو كان ما يعرف؟ اذا هو عنده صله بالله تبارك وتعالى ولا عنده صله بعلم الغيب؟ لا والله، علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون الغيب، حتى الملائكه المقربين لا يعلمون الغيب، وانما اذا اعلمهم الله تبارك وتعالى يعلمون، واذا لم يعلمهم لا يعلمون. هذا هو الثابت في الحديث، هذا الثابت في مذهب اهل السنه والجماعه على انه لا يعلم الغيب الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. اما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم، يجيبوا لهم الخبر. وانا قلت لكم في احاديث كثيره عندي دليل استنبطته وحدي مادي تشوفوه كلكم بعينكم ونقولوا بني الكهانين كذابين وعندهم صله بالجنون. تاكي تروح عليه تقول لك اودي انا ولي الله وهاو الدراهم كيما رحت للحج وهاو الرقعه تاع الحج ومانيش عارف كيفاش انا عندي صله بالكهان. انا نعطيكم، انا عندي صله يقول لك بالجنون، ما عندي صله بالجنون، يقول لك انا مباشره نشوف في الغيب ونقول لك. في رمضان لما يجي رمضان شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا؟ كي يروح لهم واحد من الشياطين كيما هما يقول لهم يا ودي شوف لي ولا نحي لي ولا مانيش عارف، يقولوا رانا في العواشير. كاين ولا ما كاينش؟ والله لا بغيت واحد يفهم لي العواشير هذا واش ما بقيناش واحد يفهم لنا العواشير هذا واش. العواشير الطبيب كي تروح تعالجه انا ما نقول لك سالي في العواشير، يقول لك عطله صيفيه انا راح للخارج ولا للداخل، صح؟ يكتبها لك في الباب رايح عطله، ولا انت كي ما تخدمش تكتب عطله. الكنزان يكتب العواشير. وشنو العواشير؟ انا فهمكم وشنو العواشير. الشيطان اللي غادي مع الميثاق
الشيطان اللي أتى مع الميثاق راه مسجون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان، سمعوا مليح، لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصد أبواب النار وتصفد مردة الجن. مردة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين كما بني آدم نفس الشيء، فيه المؤمنين وفيه المردة. المؤمنين كما احنا وراهم جالسين معنا هنا وراهم يسمعوا الدرس ويصلوا معنا، ما تنخلعوش، مؤمنين. وكي يكون الجهاد الإسلامي يجاهدوا مع المؤمنين لأنهم إخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب معهم ميثاق في مسجد، راه الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكة فيه مسجد يتسمى مسجد الجن، معروف في مكة قديم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنود وأمنوا به وصدقوا به وأعطوا، قالوا يا رسول الله أعطينا الزاد. قال لهم الزاد بتاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه. قالوا أعطينا الزاد ما ناكله رانا مسافرين. قال لما نعطيتكم أمنوا به كما الصحابة، قال لما نعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه أوفر لحمة. قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقة الشرعية الإسلامية، يعني ناس ذبحوه. قال تاع الدواب تاع أخوانكم الجنون ما تدناوش ليها، ما تخسرولوش طعامهم. العظم ما يستنجش به الشيطان، راه محبوس. لما يكون محبوس الكهان والجزان يولي بلا عقل، ما يعرفش خاطر يدخلوا في البرع. كي تقول له تا ودي كذا يقول لك ودي العواشير. الشيطان ما كاش، راه مغلوب. فهمت كيف؟ الشيطان نتاعو راه مسجون، وإلا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالأيام، يتعلم بالحاجات اللي عندها معنى. يقول لك أنا مسافر، أنا مريض، ولادي عيانين، ما ننجمش، روح الله يسهل عليك مرة أخرى نروح نعالجك. أما يقول لك عواشير، عرفت أن القضية فيها الشيطان وفيها سحر وفيها شياطين داخلين في الوسط. هذا دليل باش تفهموه وحدكم، بل الجنون بتاعه راهم مربوطين اللي يجيبوا له الخبر. كي يكمل رمضان ينطلقوا ويجوا ثم روح ليه تنتهي العواشير. فهمنا؟ هذا دليل من عندي أنا باش تفهموه، باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقة كذابين لا حق لهم في الإسلام، كلها إما يستتبون 3 أيام أو تضرب عناقهم. ولكن لما رأي الأمور سايبة راهم مثلا سايبين، راهم داروا البطاقات وراهم يوزعوها للناس، الجزالة الفلانية والشواف الفلاني اللي يبغى يشوف ولا اللي يبغى يجزل. إذن يا إخواني الكرام، نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننبذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونفضحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعتنا يذهبون إليهم. فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلامي. اللي راح للجزان وصدقه أكفر باللي ينزل على محمد، واللي راح ليه بدون ما صدقه كاين حديث واحد آخر. اللي يروح غير الكهان يقول لك أنا غنضرب دورة برك نروح نشوفه، ما يهمنيش فيه أنا، يقول لك يكذب ولا يصدق ما يهمنيش فيه، نروح غير نشوفه برك نضحك عليه، ما يجوز تروح ليه. لأن إذا رحت ليه يشوفك واحد آخر أول المروة تاعك تروح. ثانيا أنت تقوي جماعة المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعة المشركين. هؤلاء جماعة المشركين ينبغي أن نقاطعهم. لكن الإنسان يقول لك أنا نروح برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا، اللي راح غير العراف بلا ما كتب له بلا ما قزر له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء، لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله ينجيه. اللي راح غير العراف برك بلا شوفه بلا حتى شيء، قال روح نشوف الناس تاعو شحال يجوه ناس في النهار،
يضرب دورة بقى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم، يعني 40 يوم وصلاته ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ما هوش يصلي. ولو نفرض جدلا مات في ذيك 40 يوم، لو مات يموت على غير ملة الإسلام. فهموا مليح؟ الأمر ما هو سهل. يقول لك علاه جزانة واش كاين اللي راك لي أخلاق؟ يا أخي أنا نصلي ونصوم واش غادي دير لي؟ يا إخواني الكرام هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش كلامي. اللي صدق الكاهن أكفر، واللي يروح غير للكاهن برك بلا تصديق بلا شوفة بلا حتى شيء ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم. وإذا مات في ذيك 40 يوم والعياذ بالله يموت على غير ملة الإسلام. افهموا مليح الأمر سواع أو سابق. الأمر خطير ولا بد ننبهوا بعضنا بعض. والإنسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الأجرة، تقول له اديهم لسيدي محمد ولا اديهم لسيدي عكاشة ولا يقول ما نديش. كون الحلال يا أخي العزيز. قال لك لا أنا تعطيني 50,000 هذه المرأة هذه ولا تعطيني 40,000. واحد أنا قال أنت كي تعطيني شحال تعطيني 1000 فرنك؟ قال لي تعطيني 50,000. مسكته هنا يخدم سيارته، قلت له راك تدي العجايز اللي قزازنا؟ قال لي معلومة هذيك هي خدمتني. المرأة نديها ونستناها نجيب 50,000. أنت كي نركبك شحال تعطيني؟ تعطيني 1000 فرنك. قال لي قلت له نقول لك حاجة، 1000 فرنك ربي سبحانه وتعالى لك فيها البركة ولا كذا، أما تروح للقزانة هذيك تدي المرأة هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تصلح سيارتك وملخرة مرات تضرب تموت كلها تروح لا أنت ولا السيارة. روح وتبعك. وجلس حوالي ما أدري 6 شهور ما أدري سنة ما أدري كذا، وجاء واحد من الإخوان قال لي فلان اللي كان يدي النساء القزانات راه تاب وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك دعاوي الخير، وراه يقول لك خلاص بطلت ماني ندي حتى المرأة القزانة ولا الشوافة. يقول له وين بغيتي؟ تقول له فلان يقول ما نديش. توبي إلى الله. هذيك القزانة واش غادي دير لك؟ ما عندها ما دير لك. الإنسان لابد يأكل لقمة الحلال. ما يقولكش أنا على عندي سيارة نركبها بغات تروح حاشا الناس لا تبنى ولا تروح القزانة ماشي شغلي فيها. لا هذا كلام ما يسمحش. نحن أمة إسلامية ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا المؤمنين نتعاون على البر والتقوى، يعني نتعاون على الخير وكذلك نتعاون على الشر باش نحوه. وهذه القزانات شر، واللي يديهم بالسيارة نفس الشيء، لأن ما تبقاش اللي يديها ممكن تريح في دارها أو جيت تركبها تقول لها حرام عليك، هذا كلمة حرام، ويجي الثاني يقول لها حرام بالك تنتبه وترجع لها. ولكن هي غير تشوف الدراهم تقول لك هاك الدراهم اديني، الإنسان ينظر الدراهم يخلصوا يا إخوان. ينظر الإنسان اللقمة الحلالية اللي يأكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية. ذات يوم جابوا له الخاتم نتاعو البن أو حليب، شربوا. لما شربوا نادى الخاتم نتاعو قال له تعال. انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال. قال له أصدقني من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي منين جبت اللبن هذا؟ قال له والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كهنت لرجل في الجاهلية وكنت لا أحسن الكهانة ولكنني أصبت، فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا فكلما لقيني أكرمني، فلقيني هذا المرة فأكرمني فاشتريت بهذه الدراهم لبنا وأتيت به إليك. قال له لما شرب هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافية، كي يشرب في الحاجة ولا يأكلها وتدخل كرشه يعرفها باللي فيها حاجة، لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله، يعرف حتى الماكلة إذا ذاقها يعرفها باللي حلالية ولا حرامية. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب اللبن هذاك نادى الخادم تاعو قال له منين جبت لي اللبن هذا؟ قال له نقول لك. قال انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نقزم،
مسكت واحد الراجل قزنت له، كي قزنت له قصته افرح منين يلقى لي يكرمني، يجبد يدخل يده هاك يقول له انا ربحت على جرب. قال له القاني ذيك النار اعطاني، كي اعطاني قلت انا والله نروح نشتري الامير المؤمنين قدح تاع البن ونعطيه الشرب. شريت له قدح البن وجبت له تشربه، والقصه صحيحه مانيش نحاجي. قال له هكذا، قال له هكذا، قال له فلا تعد اليها ابدا، بالك تعاود مره ثانيه. ثم ادخل يده في فمه فقاع ذلك اللبن، دخل يده وتقيا خرج اللبن هذا. قال له ايما لحم نبت من سحت فجهنم به اولى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الادمي الى نبت من الحرام جهنم تاعو. جهنم يوم القيامه تكون كيف ذكير يا اخي لما تجوزوا ما يقبر لا في النحاس ولا في الالمنيوم ولا في شيء، لما ولا في الزجاج ولا غيره، لما تلحق الحديد يخطفوا. صح مش صح؟ هكذاك جهنم يوم القيامه تجوز على الناس اللي تلقى لحم نابت من اللحم الحلال ما تمسوش ولا تدني عليه، ولا لحم مخلط حلال وحرام تخطفوا تديه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ماشي كلامي هذا والله، ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. اللحم اللي ينبت من الحرام من السحت، موجودة في القرآن، كانون للسحت، السحت الحرام. أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى، جهنم تخطفوت الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصة، أرسل الخادم تاعه قال له روح جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاء، قال له منين جبت؟ لما شرب قال له تعال أصدقني الخبر، من أين أتيك بهذا اللبن؟ قال له يا أمير المؤمنين والله لقد كانت إبلك بعيدة، غربت بعيدة، فتعبت من أصلها فحلبت لك من إبل الصدقة. قالوا لما خرجت باش نحلب لك من نيوق تاعك لقيتهم تعبت، تعبت، قلت أنا ما كان لا روح اليوم، حلبت لك من الإبل تاع الصدقة. كاين الإبل دايرينها للصدقة، يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحلبوا منها، أما الأقوياء الأغنياء ما يحلبوش منها، حرام عليهم. قال له حلبت لك من إبل الصدقة، وقلت أنت وينك عارف كله حلب هكذا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل الملهم رب سبحانه يقذف فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم، رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبوا. في القصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه يرسلوا مع واحد يقول له سارية، جيش مع الرومان، جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم، وإذا في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكمل الخطبة تاعه. الناس ما استطاعوش يكملوا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتم؟ قال والله كاد الرومان يطبقون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنه، فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فألجأنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. وهذه قلالة ما كاش منها، كاين منها. انت لما تشوف الآن أمريكا تقول كاين منها. شفت انت أمريكا؟ شفت القمر؟ لا وروها لك في التلفزيون قالوا لك قال علم هذا. وشكون دار العلم؟ شكون دار؟ الله ولا شكون؟ يا أخي الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ووراله الجيش هناك، ووراله موقعة الحرب، ووراله استراتيجية الحرب. فنادى القائد تاعه قال جنب ظهرك للجبل، وعيط له الاخر اسمع واتكى على الجبل وطلع على الجبل، هزم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر لما عيط له، والقصة صحيحة. هذا الرجل الملهم
أحرى به لما يأكل حاجة مشبوهة أن ينتبه لها. قال له أخبرني منين جبت اللبن هذا؟ قال له يا أمير المؤمنين الإبل تاعك كانت بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحلبت لك من إبل الصدقة. قال له هل جزء في أن الصدقة نأكل نحلب إبل الصدقة؟ دخل يده في فمه وتقياه وقال له نفس ما قال سيدنا أبو بكر، قال له أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. اللحم اللي ينبت من الحرام جهنم تاكل. لذلك نحن نحوص الآن على لقمة الحلال. أما القابل الحرام رأي الدنيا معمرة يا إخواني الكرام، ما تغركمش وترك لقمة الحرام يعطيك رب سبحانه مئات اللقم من الحلال. فتش عن الحلال، لأن يوم القيامة قلت لكم من الحب اللي ينبت من الحرام جهنم تاكله. وإحنا علاش رب سبحانه الله ندعو فلا يستجاب لنا. هذاك الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال له يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له يا رسول الله أدعو ربي يردني دعوة تاعي مستجابة. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ندعي لك. ما قالوش ندعي لك، أعطاه حل في نفسه هو. قال له أطب مأكلك تستجب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة، يعني تكون حلالية، الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي موش يقبل منا؟ في الليل الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي، والبكاء والصراخ والعويل، وإسرائيل مع جفوفنا وحالتنا حالة، وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الكروش ماشي صافية، أقل ما فيها الدخان، فيها ماربور وفيها كات وفيها روزمايت وفيها كما تعرفتم، أنا مانيش عارف، أنواع كثيرة، أشكال أنواع. والذي قالوا لكم حلال، قالوا لكم تاع النعناع، يا قالوا لكم يكذبوا عليكم يا إخوان. والله حرام، أحب من حب وكره من كره. أقل ما فيها القوارة، ولا القوارة ما يدخلوش للكرش، والله غير يدخلوا للكرش ويدخلوا للصدر ويدخلوا لكل شيء، ويتوكلوا حتى في وسط الجلد، بدليل أن الإنسان إذا ما ضربش داره يدوخ راسه ما يجيبش يخدم. عيان علاش؟ لأن القارو هذاك يمشي في دمه كله من صباعه التحتاني حتى آخر شعره من راسه القارو هذا، وإلا ينحيه ولا يخليه كيف لا، لما يتوغل في دمه يحكم عليه، ها دخل الحرام في كرشه. أقل ما يمكن القارو والشماعة داخله في الطول، والقارو والشماعة حلال ماهيش من الخبائث، لابد انها من الخبائث. ليه لو كان ماهيش من الخبائث يجي واحد يجلس مجلسي هذا، يجي واحد يجلس كما راني جالس انا، يتكلم وبعدين يعيا ويجبد قارو يصبو، تخرجوا ولا تريحوا؟ يلا نقول عاد تخرجوا نعطيكم الساعه. ولكن لو كان انا نعيا وكل واحده وثلاثين طاس ما نشرب ونشرب عاد صار لا باس عليك، شربت الماء كلكم تشربوا الماء. إذا لو كان حلال علاش تخرجوا؟ الشيخ تاعكم واش دار؟ ما دار والو، اضرب قرصه شمه ولا قارو وبعدين نكملوا الحديث. ها؟ إذا كاين منها، إذا بلي نفس القلب تاع بنادم يبين له الحرام، ولكن هو ما يبغيش يلعن قلبه. لأن واش قالوا العلماء؟ قالوا المعروف والمنكر ما تعارفت عليه القلوب السليمة، والمنكر ما انكرته القلوب السليمه، بدون ما يقول لك اشترى. قبل ما يجي يقول لك اشترى حلال وحرام قلبك تنكر. شفت شيخ الجامع يضرب القواره، قال هذاك ما تجيش تصلي موراه، يا اخي انت تضرب القواره، يقول لك انا خاطئ، انا عامي. اذا العامي وشيخ الجامع يختلفوا، على ما يختلفوش في الماء والجازوز وفي لاتاي والقهوه، يختلفوا غير في القهوه والشمه. إذن قلبك لا يقول لك حرام، ولكن انت راك تغالب، لأن الأمر اللي حلال والأمر اللي مباح ما نختلف فيه أنا وأنتم، كلنا فيه سواء.
ولكن الأمر اللي حرام كلنا متفقين باللي حرام، أنا وأنتم. أنا هذا دليل مادي من عندي نقول لكم. إذا رضيتوا البلاد ينصب قار ولا شما قولوها. هل تبقى قيمتي عندكم ولا تطيح؟ هاي تطيح. علاش تطيح؟ لأن درت حاجة محرمة. إذا بغينا الحقيقة حاجة محرمة راه يشرب في حاجة محرمة أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك مكروه هذا كله كلام. فمن كيف يا إخوان؟ قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله ادعي ربي يرد لي الدعوة تاعي مستجابة. قالوا أطب مأكلك، طيب ماكلتك، يعني خليها تكون طيبة ماشي ديرها فوق الكلمة، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلت المؤمنين يستجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن بطونهم وعقولهم نظيفة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم. وإحنا راكم تشوفوا نضلوا ندعوا ونوقفوا في عرفة ثمناي المسلم يعمروا وطية منا حتى الحراس وما يدعوا ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لما في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القرى بتاعه المال بورو، لأن في السعودية رخيص. هذه مشكلتنا. وحسبنا سهلة، ما هي سهلة والله، كبيرة بزاف. لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة العلماء الأوائل رحمهم الله غالب ظني أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الزين امسك واحد من التابعين، من كبار التابعين، هذا في عهده، قالوا والله إنكم لتفعلون أفاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال والله راكم تديروا واحد الخدمة، احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر، واحنا رانا نشوفها كي شغل ذبات سهلة واش فيها، بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر، يعني كبيرة، ذنب كبير، بينما احنا رانا نقولوا سهلة واش فيها. يا إخواني الإنسان ما يقولش واش فيها. وقلت لكم أنا من زمان، قلت لكم احنا رانا في الأصل أننا مجتمعون وأسرة واحدة وعائلة واحدة وعشيرة واحدة، ولكن في حقيقة أمرنا كل واحد راه وحده، بدليل أننا نأخذ آلاف المؤلفة ندو فوق راسنا واحد ندوه نحطوه في المقبرة نجوه ونخلوه. يا أخي حبيبنا أخونا خالنا عمنا بابنا لا خليناه. هذه سنة الله في الحياة. خلينا نعامل، والله لا يستأنس إلا بعمله. لذلك يا إخواني اللي بغى ينجي نفسه ما يخزرش للناس، ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير، سلك راسك، هذا بحر وكل واحد شيء شقه وراه يعوم. ما تقول لي فلان عنده باخرة ولا فلان عنده فلوكة ولا ما عنده، سلك راسك، لأنك أنت يوم القيامة وكل واحد نديره في قبر ويسأل وحده. ورد كذلك في حديث صحيح أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. أنتم كلكم تسمعون بحق، احنا ما يهمش ناخذ الحكمة من أفواه المجانين، ندوا الحكمة من أي جهة، من عند جحا وغيره. جحا سألوه قالوا له كنت تخلص الدنيا، واش قال له؟ قال كلام أنا لقيته في الحديث. قالوا له كنت تخلص الدنيا يا جحا، قال بكي نموت أنا. وصحيح كل واحد كي يموت تخلص دنيته، مجرد ما تخرج روحه شوف مقامه إما في الجنة وإما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انت واش دخلك في الناس وكتيجوا؟ انت خلاص غير تدخل في قبرك تشوف، فبصرك اليوم حديد، غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف مقامك إما في الجنة وإما في النار، مالك دخل بالناس اللي موراك. إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه، كل واحد ينجي نفسه، وما لك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح.
ما تنظرش لغيرك إلا على سبيل باش تنصحهم، باش توريهم باش كذا، وإلا تأخذ من عنده الشر ولا كذا، تقول فلان وعلاش فلان يدير ولا ما يدير، ما لك دخل فيه. انصحوا، إذا ما استطعش تنصحوا الزم نفسك وسلك نفسك، لأنك أنت لما وانا وكل واحد لما ردوا عليه التراب لا يبقى إلا مع عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيمن منه فلم يجد إلا ما قدمت يداه، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يداه، فينظر اتجاه وجهه فيرى النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. سلكوا لسانكم من النار ولو بتمرة. تمرة تقصها على زوج تصدق نص وتاكل النص، ولكن احنا لا، عندنا المنايل الكبيرة دسينا وما نقدرش نسلكوا روحنا من النار. احنا في الدنيا هذه لو واحد يمسكوه ويلوحوه في الحبس يجوا ماله يقولوا سيدي نعطوا المنايل وخرجوه، يقولوا لا ما نحتاجوش المنايل، لا بل حكمنا عليه بكذا يريح كذا. قال لك ربي انا جهنم اذا طحت فيها خرجك بالدراهم. يا شفت رحمة ربي؟ رحمة ربي خير من رحمة العبد. العبد يطيح في السجن تقول له هاك الدراهم وخرجه، يقول لك ما نخرجش. يجوز 20 سنة 30 سنة يجوزها. بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك يا رب. مد الفلوس تسلك من جهنم. احنا قلنا لا، رحمة ربي خير من رحمة العبد. جهنم اللي طاح فيها يسلك روحه بالدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيطراه يخدم، وإذا مات خلاص ما بقاش خدمة. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي: الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا عمل بلا حساب، حتى واحد ما يحاسب فينا، اللي صلى واللي ما صلاش، واللي زكى واللي ما زكاش، واللي حج واللي ما حج، ولا واحد يحوس علينا، رانا هاملين. والآخرة حساب بلا عمل، والآخرة غير الدفاتر. جيبوا الدفتر هذا تعمر، زيدوا الاخر، جيبوا الاخر، جيبوا الاخر، واللي خصوا شويه ما بقاش كيما راكم ديروا لها كريت، يقول روح نخدم العامين هذو وكملنا الكريت تاعك، راهم يديروها. الاخرين خصوا شويه، يقول له ربي سبحانه روح تخدم تجيب شويه حسنات خلاص. عمي اعطيني يا امرأة اعطيني يا ولدي اعطيني، ما كاش، كل واحد يسلك راسه. يوم القيامه يتمنى الانسان تقرض عظامه وجلوده بالمقاريض ولا تأخذ منه حسنة. يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما يدوش منه حسنة. لذلك يا إخواني الكرام بادروا ونجوا أنفسكم، وبادروا إلى التوبة، وبادروا للعمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.